السلام عليكم ورحمه الله وهلا وغلا بيك يا عزيزي المشاهد. طبعا انت من كتر ما بتبحث في اليوتيوب عن محاكيات مجانيه اغلبها بتطلع مدفوعه، فبالتالي انت فقدت الامل وافتكرت ان مفيش اي محاكي في الدنيا هيشغل لك الالعاب دي كلها على تليفونك. اعمل لايك والاشتراك الجميل بتاعك ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. حرفيا البرنامج دوت لو انت عايز تشتري بلاي ستيشن او كمبيوتر فدوت هيرجعك عن قرارك، لان حرفيا البرنامج دوت هيخليك تستغنى عن اي جهاز بلاي ستيشن او كمبيوتر عايز تجيبه. كل الاسئله اللي هتتسال في التعليقات دلوقتي: هو بيشتغل على الاجهزه الضعيفه ولا لا؟ هقول لك ايوه بيشتغل. هتقول لي ازاي يا محمد؟ وكل الالعاب اللي شغاله ديت محتاجه امكانيات جامده جدا. هقول لك لان كل اعتماد البرنامج اصلا على الواي فاي بتاعك، يعني على حسب قوه النت بتاعك هيحصل لاج او لا، مش على حسب الامكانيات. البرنامج العابه كتير جدا لدرجه ان انا كنت محتار العب ايه الاول. البرنامج في لعبه جي تي في، في لعبه سايبر بانك، كمان في لعبه سبايدر مان. اظن بقى مفيش حاجه ان انت ما تعملش لايك وفولو. كمان مش زي اميزنج سبايدر مان، لا دي لعبه سبايدر مان مايلز اللي هي على البلاي ستيشن 5. يعني حرفيا السبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان. كفايه رغي لحد كده، تعال اقول لك البرنامج ده بيشتغل ازاي بالظبط. اول حاجه تدوس على البرنامج دي اللوجه بتاعته، بعد كده مثلا عايز تلعب ريديمشن تدوس عليها، بعد كده تدوس بلاي، وبعد كده تدوس على لوج ان جوجل وتختار اي ايميل فيك من عندك. هقول لك ليه دلوقتي. لان اي ايميل بتسجل بيه بيقول لك خد الوقت دوت، يعني تتفرج على اعلانين بعد كده تاخد 90 دقيقه، بعد ما تخلصهم تتفرج على اعلان تاني وبعد كده تكتب 90 دقيقه لحد ما تخلصهم للاخر ويقول لك اشترك شهري. فلما تخلصهم كلهم ويقول لك اشترك شهري فبالتالي هتعمل اكونت فيك، ولما يخلص الوقت من الاكونت الفيك تعمل اكونت فيك تاني، وهكذا يعني تتفرج على باقي الالعاب اللي في البرنامج. واهم حاجه تصلي على النبي ويلا بيس.